السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد الغاوي. اليوم هنحل مشكلة كبيرة بتواجه كتير من مستخدمين برنامج أدوبي بريمير برو. عند بداية تشغيل البرنامج والرسالة دي بتظهر معظم في برامج أدوبي. الرسالة بتقول أدوبي بريمير برو سيستم compatibility report video Intel JAR HD graphics unsupported video driver، ومن تحت كده كاتب لك if you continue with known issues you may experience performance degradation instability and data loss. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. طيب يا أحمد، معناته إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم. بص يا غالي، خلاص الكلام ده كله البرنامج بيقول لك بالعربي كده: أنا مش هفضل أشتغل بالكامل. الأداء الفعلي عنده تجاهل حل هذه المشكلة. يعني يا صاحبي، والبرنامج مش هيشتغل إلا لما نحل المشكلة دي. لكن لو دوست على كلمه continue with known issues البرنامج هيفتح معاك عادي خالص، لكن مش هيشتغل بالكامل. الأداء الفعلي، تعال ندوس على الكلمة ونشوف مع بعضين. أنا دلوقتي هجرب أحط انتقال بين فيديو والثاني. نسيت أقول لك في حاله عدم حل المشكلة بعض المؤثرات، والانتقالات مش هتشتغل معاكي للأسف. تعال نجرب مع بعضينا، وأنا هجيب انتقال دين الفيديو ده. والفيديو ده شايف كتب لي إيه في داخل المستطيل الأحمر في نص شاشة؟ العرض this effect requires GPU acceleration. الترجمه بالعربي بيقول لك: نعم، ويتطلب هذا التأثير تسريع وحدة معالجة الرسومات GPU. نكان يعني يا صديقي التأثير ده وغيره من التأثيرات بتحتاج إلى كارت شاشة خارجي. طيب وحده قول لي يا أحمد، أنا عندي كارت شاشة خارجي وبرضه بيجيب لي الرسالة دي. الحل إيه يا أحمد؟ بص يا غالي، مبدئيا كده أنا كان عندي كارت شاشة خارجي وعملت خناقه في البيت والكمبيوتر وقع من على المكتب، راح كارت الشاشة واتحرق. بس الحمد لله على كل حال. طيب أنا كنت بعمل إيه قبل ما أخسر كارت الشاشة؟ كنت بروح إلى فايل ثم النزل اللي الأسفل ثم Project Settings ثم General، وكنت بختار من هناك إذا كنت تشتغل على الكارت الداخلي أو الخارجي. أنت ممكن تلاقي المنظر ده عندك إن الاختيار ده مش متفعل زي ما أنت شايف كده في الفيديو. لو لقيته متفعل عندك اختار كارت الشاشة الخارجي اللي عندك والمشكلة هتتحل بإذن الله. طيب لو مش لقيته متفعل زي كده، تابع معايا، اقفل البرنامج وافتح برنامج اسمه درايفر بوستر، ولازم تكون شعري المدفوعة. أنا الصراحة ما جربتش على النسخة المجاني لأني شارب البرنامج ده. بصراحة برنامج كويس بيحل مشاكل. المهم هتدوس على كلمه فحص وتكون مشغل النت طبعا، وتسيبه يبحث عن التعريفات اللي ناقصه. زي ما انت شايف دي كل تعريفات اللي محتاجه تحديث. احنا كل اللي يهمنا تحديث كارت الشاشة فقط. انت عاوز تحديث كارت الشاشة. لو انت عاوز تحدث كل ده مفيش اي مشكلة، هتختار تحديث كل. اما لو انت عاوز تحدث الكارت بس هدوس علامه صح دي عشان تبغي تحديد الكل. زي ما انت شايف انا ما عنديش كارت شاشة خارجي، واللي موجود معايا في البرنامج كارت الشاشة اللي داخل المعالج محتاج تحديث. هدوس تحديث واحد، سيبه مع نفسه وما تقلقش هيجيب لك شاشة سوداء. ده معناه ان التحديث اتثبت معك. بس كده لازم تعمل اعادة تشغيل من الكمبيوتر. بس كده سلام. انا اخوكم احمد الغاوي، وده صوت بالاي اي.